يوهان كرويف، الاسم الذي يذكر عندما تتحدث عن كرة القدم هو أسطورة حقيقية غيرت مجرى اللعبة للأبد. ولد في 25 من أبريل 1947 في أمستردام، وكان لاعباً بارزاً يحمل في جعبته أفكاراً مبتكرة ثورية حول كيفية لعب الكرة. ليس فقط لأنه كان نجماً في أياكس أمستردام وبرشلونة، بل لأنه كان مبتكراً لأسلوب كرة القدم المعروف بالتيكي تاكا، الذي يعتمد على التمريرات القصيرة والتحركات السريعة، مما يجعل اللعب سلساً وجذاباً. قاد كرويف منتخب هولندا إلى نهائي كأس العالم 1974، حيث أظهر للعالم موهبته الفريدة ومهاراته الاستثنائية. بعد اعتزاله انتقل إلى عالم التدريب، حيث أسس فلسفة التيكي تاكا في برشلونة، محققاً إنجازات رائعة وغير ملامح النادي إلى الأبد. ما يميز كرويف ليس فقط مهاراته الفنية، بل شخصيته القيادية ورؤيته العميقة. لقد كان يؤمن بأن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل فن يعكس الإبداع والتناغم الجماعي. هذه الفلسفة جعلته أيقونة يحتذى بها، وجعلت من أياكس وبرشلونة مدارس كروية يضرب بها المثل في جميع أنحاء العالم. إرث كرويف لا يتوقف عند حدود الألقاب، بل يمتد إلى تأثيره العميق على الأجيال اللاحقة من المدربين واللاعبين. إنه رمز للابتكار والشغف بكرة القدم، وستظل أفكاره تلهم الجميع لعقود قادمة، ليبقى اسمه خالداً في تاريخ اللعبة. من أبرز مساهماته أيضاً إنشاء أكاديميات كروية تهدف إلى تطوير الشباب وتعليمهم أهمية التفكير الإبداعي داخل الملعب وخارجه. إرثه في هذه الأكاديميات يتجلى اليوم في أسلوب اللعب الحديث، الذي يعتمد على بناء الهجمات بطريقة ذكية ومنظمة. لم يكن تأثيره محدوداً على المستطيل الأخضر فقط، بل كان له دور بارز في إعادة تعريف معايير النجاح في كرة القدم. كان يؤمن بأن الجودة تأتي من العمل الجماعي، وكان دائماً يشدد على أهمية الاستمتاع باللعب، وهو ما جعله محط إعجاب ليس فقط للرياضيين، بل حتى للجماهير التي اعتبرته رمزاً للمتعة الكروية. إن إرث يوهان كرويف هو شهادة على أن كرة القدم أكثر من مجرد رياضة. إنها ثقافة وحياة تتجسد في إبداع اللاعبين والمدربين الذين استلهموا فلسفته المبتكرة، ليبقى تأثيره مستمراً جيلاً بعد جيل.